مساء الخير ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. جاوني بزاف ديال التساؤلات من التلاميذ ديالي على الجهاز اللي غادي تستعملوا الوزاره الوصيه لزجر الغش في امتحانات البكالوريا سنه 2026. وصراحه ما كانش عندي اجابات شافيه لهذه التساؤلات، واليوم بالصدفه توصلت من احدى الصديقات بهذا البانو اللي فيه كل شيء عن هذا الجهاز وكيفاش يخدم. بقاو معايا حتى الاخير. الجهاز اسمه T3 شيلد، هو ابتكار مغربي لمحاربة الغش الإلكتروني في الامتحانات. وهو جهاز متطور كيعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأجهزة الإلكترونية داخل مركز الامتحان. كما قلت سابقا، الجهاز من صنع مغربي 100% من ابتكار الشركة التابعة لجامعة محمد الخامس متعددة التخصصات التقنية بوليتكنيك، وهو مخصص لمحاربة الغش والتجسس الإلكتروني أثناء الامتحانات. من المواصفات ديال الجهاز التقنية من حيث الوزن، كيوزن حوالي 3 كيلوغرام، ومدة التشغيل ممكن يبقى بلا شارج لمدة 6 ساعات. وبالنسبة للإنترنت فهو غير ضروري لتشغيل الجهاز، وكيعتمد على تقنية ال HAI، يعني أن جميع البيانات كيبقاو في الجهاز وما كيخرجوش على برا. والمقصود بهذا الشيء أن الجهاز كيحلل البيانات ذاتيا وما كيحتاجش يرسلها للسحاب باش تحلل. المهمة ديال الجهاز هي كشف الموجات الراديوية ورصد الهواتف والسماعات الذكية اللي معروفة بالVIP، وتحديد مصادر الإشارات، يعني حتى هذاك اللي كيسرب الامتحان كيرصد المكان تاعو بدقة عالية. أما بالنسبة لأوضاع تشغيل الأربعة، فالجهاز مهمته هي فحص القاعات وكيبقى يرصد الإشارات داخل قاعة الامتحان وتحديد مكانها، فحص الحقائب وكشف الأجهزة الإلكترونية المخفية، وفحص الأفراد للتأكد من عدم استعمال وسائل الغش، وأخيرا تحديد مكان الإشارات المشبوهة بدقة عالية. وكتبقى أهداف الجهاز تعزيز نزاهة الامتحانات والحد من الغش الإلكتروني وحماية مصداقية شهادة البكالوريا ودعم الابتكار المغربي وتحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ. اما التلاميذ اللي سولوني واش غادي يديروه غير في جهه او مناطق معينه من المغرب فقط بغرض التجريب، غادي نقول لهم لا، الجهاز غادي يتم اعتماده في مختلف جهات المغرب، بحيث غادي يتم توزيع الجهاز على اكثر من 2000 مركز امتحان. وبالنسبه لاطر الحراسه في الامتحان، حتى هما كتمنع عليهم تشغيل الهواتف الذكية داخل مركز الامتحان، ومن الواجب عليهم يسلموها لرئيس المركز إلى حين انتهاء الإجراء. وأي مخالفة كتعتبر خطأ وكتكون عليه عقوبة تأديبية في حق المراقب. نتمنى هذا الجهاز يحقق النتائج المرجوة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعطي مصداقية أكثر لشهادة البكالوريا. كانت هذه هي أهم المعلومات عن جهاز جزر الغش اللي غادي تعتمد الوزارة الوصية في امتحانات البكالوريا سنة 2026 بالمملكة المغربية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.